السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بباشمهندسين ودكاترة تالتة إعدادي. النهاردة بأمر الله هنحل تمارين واحد، تمارين كتاب المعاصر على حل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين بيانيا وجبريا. يلا بسم الله نبتدي بأول سؤال. بيقول لحضرتك أوجد بيانيا. حلو، أول ما تسمع كلمة بيانين كده عارف إن هو عايز رسم. عارف كده كلمة بيانين جاية من كلمة الرسم البياني. عارف كراسة الرسم البياني حضرتك تروح تشتريها من المكتبة بتجيبها دي عشان ترسم فيها، فهو رسم بياني يعني رسم على طول. فأول ما تسمع بياني اعرف إن في رسمة هترسمها في المسألة دي. تمام. بيقول لحضرتك اول سؤال ايه؟ بيقول لك ان الص بتساوي 2 س ناقص 3. نروح نكتب كده على جنب ان الص بتساوي 2 س ناقص 3 كده. طيب هنعمل ايه يا مستر؟ في البياني انا بروح اعوض عن المتغير. ما هو المتغير؟ المتغير بنقول عليه في الرياضيات الرمز الغير معروف. شفت السين انت عارف قيمتها؟ لا، فبنسميها متغير. الصاد تعرف قيمتها؟ لا، بنسميها متغير. فالسين والصاد عندي دي متغيرات. بجيب اي متغير واخليه لوحده زي الصاد كده. هي المعادله دي جايه جاهزه، جايه الصاد لوحدها. طيب بعمل ايه يا مستر؟ بروح للمتغير التاني اللي هو وسط الزحمه دي، وبتعمل ايه؟ بعوض عنه بثلاث ارقام، وفي كل مره بطلع قيمه للصاد. ازاي؟ تعال نشوف. بيقول لحضرتك اول مره انا اعوض عن السين بصفر. حلو، فلما تعوض عن السين بصفر هتعمل ايه؟ بالله عليك ما تحلش بدماغك، حطها على الاله. روح اكتب له على الاله كده 2 في صفر ناقص التلاتة. فلو شلت س وحطيت صفر، 2 في صفر بصفر ناقص 3 بسالب 3. روح اعوض عن السين بواحد. 2 في واحد باتنين ناقص التلاتة بسالب واحد. روح هات القيمة التالتة. اعوض عن السين باتنين، هيطلع معايا ان الصاد بكام؟ 2 في 2 باربعة، 4 ناقص 3 واحد. يا مستر ثانية واحدة، ده اول اتنين بالسالب والتالت بالموجب. عادي؟ عادي مش هتفرق. تمام، كمل يا مستر ونخش نجيب المعادلة التانية واللي هي بيقول لحضرتك ايه؟ س زائد 2 صاد. طيب س زائد 2 صاد هنعمل ايه؟ بتساوي الأربعة. قلت لك هنجيب متغير ونخليه لوحده والباقي يروح الناحية التانية. طيب عشان نسهل الدنيا علينا انا هدور على المتغير اللي اشارته موجبة واللي المعامل بتاعه بواحد. يعني ايه معامل؟ الرقم اللي جنب ايه؟ السين او الصاد. اللي جنب السين مفيش بنسميه واحد، اللي جنب الصاد اتنين، فده هو المعامل. المتغير طبعا احنا عرفنا السين او الصاد. طيب يا باشمهندس انت هتاخد المتغير البسيط اللي هو السين وتخليه لوحده، وتودي الباقي الناحية التانية بعكس الإشارة. موجب 2 صاد تروح الناحية التانية سالب 2 صاد والأربعة زي ما هي. إذا السين بتساوي 4 ناقص 2 صاد. طيب تمام، هتروح تعوض عن المتغير بثلاث أرقام. في واحد يقول لي أنا راح أعوض هقول إن السين مرة بصفر ومرة بواحد ومرة باتنين زي، فأقول لك لأ، أنا عوضت فوق بالسين ليه؟ عشان هي وسط الزحمة. مين هنا اللي وسط الزحمة؟ الصاد. فإذا هنا هنعوض عن الصاد. تمام، فهنروح نقول مرة إن الصاد بصفر، ومرة إن الصاد بواحد، ومرة إن الصاد باتنين. يا مستر نفس التلات أرقام اللي فوق؟ نفس التلات أرقام اللي فوق عادي جدا. فأنا هطلع القيمة الأولى لسين، والقيمة التانية لسين، والقيمة التالتة لسين. ففي المرة الأولى لما هتحط إن الصاد بصفر، 2 في صفر بصفر، 4 ناقص صفر 4. هتحط هنا واحد يبقى 4 ناقص 2 2. هتحط هنا 2، 4 ناقص 4 بصفر. طبعا انت على الآلة. إذا أنا طلعت الزوج المرتب صفر وسالب 3، واحد وسالب واحد، 2 وواحد، وهكذا تحت. بنروح بقى في ورقة الرسم البياني بتاعت حضرتك هنا كده، وفي الجدول هنحط قيم السين وقيم الصاد. ده بنسميه الجدول رقم واحد. هنحط فيه ايه؟ السين بكام وكام طلعتها؟ السين بصفر وبواحد واتنين، فادي صفر وواحد واتنين. والصاد بسالب 3 سالب واحد وواحد، سالب 3 وسالب واحد وواحد. طلعت الجدول الأول. روح طلع الجدول التاني اللي هو صفر بواحد واتنين. طبعا احنا هنا ما عملناهوش، هنروح نعمله بقى بالقلم الجاف. ادي س وصاد. قلنا السين بكام؟ بأربعة واتنين وصفر. والصاد بكام؟ والصاد بصفر بواحد واتنين. وده بنسميه الجدول رقم اتنين. طلعت الجدولين. بروح في الرسم البياني وابتدي ارسم. لو جينا هنا في الرسمة، ادي ورقة الرسم البياني بتاعت حضرتك، هروح اشوف الجدول الاول برسمه. ففي الجدول الاول اهو، خد اكتبها كده عندك يعني، او خد مثلا سكرين
واكتبها في الكشكول، بعد كده كمل معايا عشان تبقى متابع. تمام. هنروح هنا اول حاجه عندي الصفر س والسالب 3 ص. فين الصفر س اهي. طيب فين السالب 3 ص اهي. النقطه دي تعالى نعملها بالاحمر او بالرصاص. طبعا انت في الامتحان هتحل بالرصاص، فانا هعمل معاك بالرصاص اهو. النقطه دي كده. طيب وعندي النقطه انهي تاني؟ الواحد والسالب واحد. طيب فين الواحد اهو، واحد س. فين السالب واحد ص اهوت. ادي النقطة التانية. حلو تمام. النقطة التالتة اتنين س وواحد ص. ادي الاتنين س وادي الواحد ص. واذا كده انا كونت التلات نقط بتوعي. هعمل ايه؟ هروح اشد خط مستقيم بيقطع الثلاث نقاط. ادي الخط المستقيم. يا مستر ثانية واحدة، هو لازم يطلع خط مستقيم؟ طبعا لازم يطلع خط مستقيم. يعني ما ينفعش يطلع اي حاجة تانية؟ لا، ممنوع. ممنوع. طب افرض ان انت حطيت النقطة دي وحطيت النقطة دي، افرض النقطة دي كانت هنا مثلا، هل هتروح راسم لي مثلث؟ لا طبعا. انا لازم يكون عندي خط مستقيم. طب لو طلعوا التلات نقط ليسوا على استقامة واحدة زي ما انت شايف كده، اذا حضرتك لما رحت عوضت غلط، او حسبت بدماغك غلط، كتبت على الآلة غلط، اذا برجع تاني للجبر اللي انا عامله وبراجعه وبشوف ايه الخطأ واصحح الجدول بتاعي وارجع ارسم من اول وجديد. تمام. تعالى نرسم بقى الجدول التاني، واللي هو دوت اللي هو كام؟ 4 و2 و0 و0 و1 و2. النقطة الأولى 4 س و0 ص، اللي هي هنا بالظبط، بتحطها هنا كده. ادي ال4 س وال0 ص. طيب النقطة التانية 2 س و1 ص. ادي ال2 س وادي ال1 ص، نفس النقطة ديت بتاعت المستقيم الأول. طيب في واحد شاطر ما بيروحش يكمل ويقول لك ايه؟ انت عايز نقطة التقاطع صح؟ اذا نقطة التقاطع 2 س و1 ص. اقول لك برافو عليك. ولو رحت لكتاب المعاصر وبصينا كده هنلاقي ان الإجابة 2 و1. الإجابة 2 و1 دي هي نقطة التقاطع اللي هو طلبها. بس في الامتحان حتى لو حضرتك عرفتها انت برضو بتروح تكمل الرسمة البيانية عشان تثبت له بياني. حتى هو بيقول لك ايه؟ اوجد بيانيا، لازم تجيب له بياني، فبتروح تكمل اللاين التاني. طيب النقطة التالتة هي صفر س و2 ص. ادي الصفر س وادي الاتنين ص. هتعمل ايه يا مستر؟ هروح اشد خط مستقيم في التلات نقط دول. ادي التلات نقط اهمت، لازم يطلعوا على استقامة واحدة. ادي التلات نقط. ادي الخط الاول بحط جنبه لام 1 والخط التاني بحط جنبه لام 2. اللام 1 اهوت وادي اللام 2. ايه اللي حصل؟ اللي حصل مثلا ان لام 1 ولام 2 تقاطعوا. يعني ايه تقاطعوا؟ يعني كسروا بعض، قطعوا الطريق على بعض، قطعوا الطريق عند بعض عند النقطة دي. لو بصيت كده اقول انا همشي 2 س واطلع 1 ص. اذا نقطة التقاطع هي 2 و1. وبكده يبقى حلينا السؤال الاول. تمام يا باشمهندسين، نكمل ونخش على السؤال رقم 2، واللي هو بيقول لحضرتك س زائد الصاد بيساوي 5. تمام. هنروح نعمل ايه؟ هناخد اي متغير منهم. اشمعنى؟ المتغير ده معامله بواحد والمتغير ده معامله بواحد والاتنين اشاراتهم موجبة. هاخد اي واحد وليكن هاخد السين. وهتعمل ايه يا مستر؟ هودي التاني بعكس الاشارة، فيبقى 5 ناقص الصاد. هتعمل ايه؟ اروح اعوض بقى زي ما حضرتك. هروح عند المتغير اللي في الزحمة دي واعوض عنه في المرة الاولى بصفر والمرة التانية بواحد والمرة التانية ب2. في المرة الأولى لما تعوض بصفر هيطلع معاك ب5. في المرة التانية لما تعوض بواحد هيطلع معاك ب4. في المرة التانية لما تعوض ب2 هيطلع معاك ب3. وكده كونا الجدول الأول. بروح للمعادلة الأولى التانية وهي س ناقص الصاد بيساوي 1. في واحد يقول أنا هاخد أي متغير، أقول له يا أبو دماغ بخاخ، أنا قلت لحضرتك أنا باخد المتغير اللي موجب وإشارته 1 ومعامله 1 وبودي التاني بعكس الإشارة، فهيبقى 1 زائد الصاد. تمام. فمن هنا هعمل ايه؟ من هنا راح اعوض مرة عن الصاد بصفر ومرة عن الصاد بواحد ومرة عن الصاد ب2. واحد يقول لي يا مستر دي زي اللي فوق. اقول له مش فارقة، يعني دايما مش لازما يطلعوا زي بعض. هتعوض بالمرة الأولى بصفر هيبقى 1
بواحد يبقى اتنين، باتنين يبقى تلاتة. اذا كونا الجدولين. يلا نروح نرسم. هنحط الجدول الاول. السين معانا بخمسة واربعة وتلاتة، الصاد بصفر وواحد واتنين. تعالى نعمل الجدول التاني. مش عارف انا ايه مشكلتي مع الجدول التاني، بنسى احطه ليه. طيب السين بواحد واتنين وتلاتة، الصاد بصفر وواحد واتنين. طلعت الجدولين. ارسم. خد سكرين زي ما تعودنا، او اكتبهم عندك وقف الفيديو. وقفت الفيديو تمام، اكتبهم عندك بقى ويلا نرسم سوا. في النقطة الأولى بيقول لحضرتك كام وكام. تعالى أنا عايز أفتح الورقة كده علشان الجدول يكون قدامي. النقطة الأولى هي إن السين بخمسة. هنروح عند السين الخمسة. تعالى نرسم بالقلم الرصاص. السين بخمسة، تمام. عند السين بخمسة، الصاد بصفر، فهتبقى دي النقطة. طيب والسين بأربعة والصاد بواحد. فين السين بأربعة؟ أهي. والصاد بواحد أهي. طيب السين بتلاتة أهي، والصاد باتنين. فين الصاد باتنين؟ أهيت. تمام. هتلاحظ ان التلات نقط على استقامة واحدة. هتشد خط مستقيم قاطع بينهم. تمام. ويطلع معانا ده الخط المستقيم الاول. بنكتب جنبه لام واحد. تعالى نعمل الجدول التاني. الجدول التاني السين معانا بواحد اهيت، والصاد بصفر، اذا النقطة هنا. الجدول بيقول لك ان السين باتنين اهيت، والصاد بواحد اهيت. الجدول بيقول لك ان السين بتلاتة اهيت، والصاد باتنين اهيت. لاحظت ان النقطة دي هي نقطة مشتركة ما بينهم. واحد يقول لي اذا نقطة التقاطع هي كام وكام؟ هي النقطة دي اللي هي تلاتة س واتنين ص. النقطة تلاتة واتنين هي نقطة التقاطع. اذا نقطة التقاطع في لام اتنين ولام واحد اللي قطعوا بعض. النقطة رقم تلاتة واتنين. نبص هنا كده هنلاقيها رقم تلاتة واتنين. تمام. نكمل ونخش على السؤال التالت يا باشمهندسين. تمام يا باشمهندس، نكمل ونخش على السؤال رقم تلاتة. بيقول لحضرتك ايه بقى؟ بيقول لحضرتك ان تلاتة س زائد الصاد بيساوي خمسة. زي ما اتعودنا بروح للمتغير الموجب ابو معامل واحد، ابو معامل واحد، ونقول هنسيبه هنا ونودي التاني الناحية التانية. خلاص بقى على ما اعتقد ان انت زهقت وفهمت القصة كلها. هراح اعوض عن السين مرة بصفر، السين مرة بواحد، السين مرة باتنين. هروح اطلع قيمة الصاد. لما دي بصفر راحت يبقى خمسة، لما دي بواحد يبقى اتنين، ولما دي هنا اتنين يطلع معايا بسالب واحد. طبعا انت بالآلة بتحل. هروح للمعادلة التانية واللي هي الصاد زائد التلاتة س بيساوي تمانية. طيب من هنا الصاد هتساوي تمانية ناقص التلاتة س. تمام يا باشمهندس. تمام. هروح اعوض مرة عن السين بصفر، وعن السين بواحد، وعن السين باتنين. هروح اعوض اطلع قيمة الصاد. هنا صفر يبقى تمانية، هنا واحد يبقى خمسة، هنا اتنين يبقى اتنين. طبعا انت بالآلة ايه بتحل. تمام يا باشمهندس. طلعنا الجدول. يلا نروح نكتبه عندنا هنا كده. السين بصفر وواحد واتنين، والصاد بخمسة واتنين وسالب واحد. السين بصفر وواحد واتنين، والصاد بتمانية خمسة اتنين. خلاص ظبطنا الجدول. يلا نروح نرسم. طبعا بنرسم بالقلم الرصاص يا باشمهندس. بيقول لحضرتك ايه بقى؟ صفر س وخمسة صاد بطلع هنا. دي النقطة الأولى. النقطة التانية واحد س واتنين صاد. ادي واحد س وادي اتنين صاد، وادي النقطة التانية.
النقطة التالتة 2 س وسالب 1 ص، ادي 2 س وادي السالب 1 ص، بتبقى دي النقطة التالتة. لو لاحظنا نلاقي ان التلات نقط على نفس الخط المستقيم، بروح اشد خط مستقيم قاطع لهما، وبنسميه ايه؟ بنسميه لام واحد. تمام يا باشمهندس. تعالى نروح نعمل اللاين التاني، الخط المستقيم رقم 2. السين بصفر والصاد بكام؟ الصاد ب8، احنا نقلناها 8 صح من الحل. ثانية معلش، الصاد ب8 اوكي مظبوط. ادي السين 0 والصاد 8، ادي النقطة اهي. النقطة التانية 1 س و5 ص، ادي 1 س وادي 5 ص، تمام، وادي النقطة دي. فين النقطة التالتة؟ النقطة التالتة 2 س و2 ص، ادي 2 س وادي 2 ص، ادي النقطة التالتة اهي. تعالى نروح نشد خط مستقيم قاطع لهما. تمام، ادي الخط المستقيم بتاع حضرتك. هتلاحظوا، الاحظ ان المستقيمين، ايوه برافو عليك يا اللي جاوبت، المستقيمين متوازيان. ما معنى ان هم متوازيان؟ ايوه الله ينور على الناس اللي بتجاوب. متوازيان يعني عدد الحلول صفر، يعني مجموعة الحل فاي، واذا نبقى حلينا السؤال التالت. يلا على الرابع. تمام يا باشمهندسين، نكمل ونخش على السؤال الرابع. بيقول لحضرتك ايه في السؤال الرابع؟ بيقول لك ان 2 س زائد الصاد بيساوي 4. هتروح تعمل ايه؟ هروح اخد المتغير ابو اشاره موجبه واخليه لوحده اللي المعامل بتاعه بواحد، واودي الباقي الناحيه التانية. اروح اعوض عن المتغير اللي وسط الزحمه، مره بصفر مره بواحد مره باتنين، واروح اطلع قيمه الصاد في كل الاحوال. طيب في المره الاولى لما ده صفر يبقى هنا 4، في المره الاولى لما ده 1 يبقى ده 2، في المره الاولى يبقى لما هو انا كل مره احط الاتنين يبقى هنا صفر. راح طلع الجدول التاني على طول اللي بيقول لحضرتك ايه بقى؟ 8 ناقص 2 صاد بيساوي 4 س. ما تيجي نعدلها، يعني نخلي ال4 س هنا ونقول بتساوي ايه؟ 8 ناقص 2 صاد، يعني ظبط الدنيا. تعال نبص للمسألة دي، والمسألة دي فيها حاجة جميلة أوي. ايه هي؟ فيها حتة من أولى إعدادي وهي العامل المشترك. العامل المشترك هنا يا باشمهندس هناخده من كله. ايه الحاجة اللي لو اخدناها من هنا مشترك تقبل القسم على كله؟ برافو للي رد الاتنين، وبرافو اكتر للي قال السالب 2. اشمعنى السالب 2؟ عشان اخلي ده موجب، يعني لما هاخد السالب 2 عامل مشترك، 4 على الاتنين فيها الاتنين، وهحط السالب س بيساوي 8 على الاتنين فيها الاربعة، وما تنساش السالب، سالب راح مع سالب واتنين راحت مع الاتنين، هيبقى لي موجب صاد. هتعمل ايه بقى؟ انا هودي السالب 4 دي الناحية التانية. تعالى نعكسها تاني عشان حضرتك ما تتزاولش. هقول ان سالب 4 زائد الصاد بيساوي سالب 2 س. يا مستر في سالب 2 هنا يا حبيبي، انا خدتها المشترك دي خلاص ما تلزمنيش. هتعمل ايه بقى؟ انا هودي السالب 4 الناحية التانية، فاذا الصاد بقى هنا هتساوي ايه بقى؟ سالب 2 س زائد الاربعة. وصلت؟ يعني اتمنى ما تكون حضرتك ايه الدنيا ظابطة معاك. هتروح تعوض مرة عن السين بصفر، ومرة عن السين بواحد، ومرة عن السين باتنين. في المرة الأولى إن الصاد هتساوي، لما أحط هنا صفر هتبقالي 4، لما أحط هنا 1 هيديني موجب 2، ولما أحط هنا 2 هيديني صفر. عملت الجدول يلا نروح نرسم يا باشمهندسين. تعالى هنا فرقة الرسم البياني، السين بصفر وواحد واتنين، بصفر وواحد واتنين، الصاد بأربعة واتنين وصفر. الجدول التاني السين بصفر وواحد واتنين، والصاد بأربعة واتنين وصفر. تمام، يلا نروح نرسم. تمام يا باشمهندس، يلا بقى نرسم بالقلم الرصاص. النقطة الأولى هي صفر س وأربعة صاد، أدي الصفر س وأدي الأربعة صاد، وتطلع معايا دي النقطة. بروح للحاجة التانية، واحد س واتنين صاد،
ادي 1 س وادي 2 ص. بروح للنقطة التالتة وهي 2 س وصفر ص، ادي 2 س وصفر ص، وبروح اشد خط مستقيم قاطع لهم. تمام بكتب جنبه ايه؟ الله ينور الناس اللي مركزة، لام واحد. تعال نروح نعمل اللاين التاني. اللاين التاني ايه؟ السين بصفر والصاد باربعة. السين بصفر والصاد باربعة، ايه ده؟ هي نفس النقطة؟ يمكن تكون النقطة المشتركة بينهم اللي هي نقطة التقاطع. تعالى نكمل. هلاقي ان السين بواحد، ادي السين بواحد والصاد باتنين. ايه ده؟ نفس النقطة برضه. هو ايه الحكاية؟ هما هيطلعوا زي بعض. السين باتنين والصاد بصفر، ادي السين باتنين. ايه ده يا مستر؟ ده التلات نقط هما نفس التلات نقط. المستقيمين فوق بعض، اذا المستقيمين متطابقان، اذا عدد الحلول لا نهائي. الله ينور على الناس المركزة. عندي في الرسم البياني لو حضرتك مش عارف 3 اشكال. الشكل الاول لما يكونوا متوازيان، لما حليناها من شوية وقلنا ان عدد الحلول صفر ومجموعة الحل فوق. ودي رقم 2 واللي هما متطابقان واللي هو عدد الحلول لا نهائي. الحاجة التالتة وان هما يكونوا متقاطعان، وبيبقى عندي حل وحيد وهو عبارة عن زوج مرتب س وص على حسب الناتج. وكده يبقى حلينا اول 4 اسئلة ونخش على السؤال الخامس. السلام عليكم. تمام يا باشمهندسين، نكمل ونخش على السؤال رقم 5. بيقول لحضرتك ايه بقى في السؤال رقم 5؟ ان 2 س زائد الصاد بيساوي صفر. طبعا في واحد يقول لي على طول الصاد بتساوي 2 س يا مستر، اقول له يا سالب 2 س، ما تنساش الاشاره. طيب هروح اعوض عن السين اللي في الزحمه، مره بصفر ومره بواحد ومره باتنين. المره دي ما نسيتش الاتنين كتبتها. واروح اطلع الصاد في كل حاله. طيب لما احط هنا السين بصفر يبقى الناتج بتاع الصاد بصفر، لما احط واحد يبقى سالب 2، ولما احط 2 يبقى سالب 4. تمام. ادي اللاين الواحد، الخط الاول. الخط التاني س زائد اهي س زائد الاتنين صاد بيساوي التلاتة. هخلي س لوحدها واودي الباقي الناحية التانية بعكس الاشارة، وراح اعوض مرة عن الصاد بصفر والصاد بواحد والصاد باتنين. طلع قيمة السين في كل حالة. لما احط الصاد بصفر هيطلع معايا بتلاتة، لما احط الصاد بواحد هيطلع معايا بواحد، لما احط الصاد باتنين هيطلع معايا بسالب واحد. طيب هروح اعمل الجدول بتاعنا اللي احنا اتعودنا عليه. السين بصفر وواحد واتنين، والصاد بصفر سالب 2 سالب 4، الصاد بصفر وواحد واتنين، والسين بتلاتة واحد سالب واحد. عملنا الجدولين واحد واتنين. يلا نرسم رسمتنا الجميلة. تمام. اول حاجة عند حضرتك بيقولك ايه؟ ان السين بصفر والصاد بصفر، يبقى النقطة ديت اللي هي نقطة الاصل. السين بواحد والصاد بسالب 2، ادي السين بواحد وادي الصاد بسالب 2، ادي النقطة ديت كده. حلو. النقطة التالتة 2 س، ادي 2 س وسالب 4 صاد، وادي السالب 4 صاد. ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ هنروح نعمل ايه؟ خط مستقيم قاطع لهما. تمام. ادي الخط المستقيم القاطع لهما. هتعمل ايه بعد كده؟ مثلا راح اجيب المستقيم التاني. ما تنساش نكتب لام واحد عشان يبقى عارفين لام واحد من لام اتنين. السين بتلاتة والصاد بصفر، اذا دي النقطة. السين بواحد والصاد بواحد، اذا هذه النقطة. السين بسالب واحد، ادي السالب واحد، والصاد بكام؟ الصاد باتنين، ادي النقطة ديت. وهروح اعمل مستقيم. تعالى نراجع تاني كده معلش. السين بتلاتة وصفر، حلو. السين بواحد
والصاد بواحد. اوكي. السين بسالب واحد والصاد باتنين اهيت. طيب ادي الخط المستقيم بتاع حضرتك اهو، وهنكتب جنبه ايه؟ لام اتنين، عشان نعرف لام اتنين من لام واحد. يلا نجيب ايه؟ نقطة التقاطع. المستقيم ده قطع المستقيم ده عند النقطة كام؟ اتنين اهيت، والنقطة واحد سالب واحد. قطع المستقيم عند النقطة اتنين وسالب واحد. اتنين صاد وسالب واحد س. تعال نبص كده هنا، سالب واحد س واتنين صاد اهي. سالب واحد في السين، السين سالبة، وادي اتنين في الصاد المجاورة. واذا يبقى ده حل السؤال رقم 5. تعال نحل السؤال السادس يلا يا باشمهندس. وهنا بيقول لك ان الصاد بتساوي سالب 3. في واحد يشوفها يتخض يقول لك مسألة صعبة جدا يا راجل اتقي الله. وهنا هقول له دي اسهل حاجه ممكن تجي لك في ايه يا مستر؟ اسهل حاجه ايه ده انا متعود في كل مساله س وصاد واودي الناحيه التانية يا راجل دي اسهل حاجه ممكن تجي لك يا مستر. اسهل حاجه فين ده يا مستر؟ اقول لك اذا هذه المعادله هي معادله خط مستقيم صريحه. معادله خط مستقيم صريحه؟ مش فاهم يا مستر. لو رحنا للمساله دي هيقول لحضرتك 2 س زائد الصاد، في هنا متغيرين. اذا لما انا اعرف معادله المستقيم ازاي، ركز معايا شويه. معادله المستقيم بعرفها عن طريق ان المتغير من الدرجه الاولى. طب يا مستر لو المتغير من الدرجه الثانيه بنسميها معادله دايره. معادله دايره س تربيع زائد ص تربيع بيساوي اي رقم، دي بنسميها معادله دايره متغيرين من الدرجه الثانيه. طب لو المتغيرين من الدرجه الاولى بنسميها معادله خط مستقيم. طب لو جات لي على طول كده الصاد بتساوي 3، اذا هذه معادله خط مستقيم صريحه. الصاد بتساوي سالب 3 يا مستر، ما فيش سين، هي ما بتترسم كده سالب 3. بروح اجيب الرسم البياني بتاعي واروح راسمها سالب 3. مش فاهم يا مستر؟ سيبها وتعالى نخش على الثانيه. ايه الثانيه؟ اللي هي س ناقص الصاد بيساوي 5. طيب هروح اخد المتغير ابو اشاره موجبه اللي المعامل بتاعه بواحد اللي هو السين، واودي الناحيه التاني بعكس الاشاره، يبقى 5 زائد الصاد. هتروح تعوض مرة عن الصاد بصفر وواحد واتنين. يا مستر ايوه هي دي بقى الحاجات اللي احنا فاهمينها. ايه الاولى دي احنا مش فاهمينها يا راجل؟ دي الاولى اسهل منها. هوريك دلوقتي ازاي. ده انت هتصدم، هتقول لي يا مستر بالسهوله دي؟ هقول لك بالسهوله دي. هتعوض هنا بصفر يبقى 5، هتعوض هنا بواحد يبقى 6، هتعوض هنا باتنين يبقى 7. وطلعنا كده ايه المتغيرات بتاعتنا. تعالى نرسم هنا كده عشان ننجز شويه وقت. ادي معلش بقى ما ظبطتش مني. بص علينا هنحط ايه؟ الواحد والاتنين. بص انا بعد ما ارسم كده رسم بسرعة جدا هرسمها لك رسم بياني، بس انا هرسمها هنا على الجهاز عشان مش عايز اطول لك وقت الفيديو. معلش يعني انا مش عايز وقت الفيديو يطول. هوريها لك بيانيا على طول سريع. طيب اروح ارسم الاولى س ب5. فين الس ب5؟ ادي الس ب5، ادي النقطة دي، والصاد بصفر، اذا هذه النقطة. حلو حلو. تعال نرسم بالقلم الجاف الاحمر هذه النقطة. ماشي. النقطة التانية السين ب6. هو ليه بعد كده قوي؟ انا هقول النقطة دي السين ب6 والصاد بواحد اهي هنا كده، هي النقطة دي. السين ب7 هو بعدت مننا شوية، ادي السين ب7 والصاد ب2 ادي النقطة ديت. هنلاحظ ان ايه؟ هذا المستقيم بتاع الخط الاول. تمام. وهنكتب جنبه لام واحد. تعال نجيب لام اتنين. لام اتنين بيقول لك ايه بقى؟ مش الصاد بيساوي سالب 3؟ هتترسم ازاي دي؟ بص هتترسم كده. انا عايز اعمل حاجة، انا عايز اطول المستقيم التاني شوية عشان يقطعوا بعض. تمام.
لازم المستقيمين يقطعوا بعض. بيقطعوا بعض بقى فين؟ بيقطعوا بعض في النقطة دي. النقطة دي كام وكام؟ النقطة دي هنبص عليها كده هنلاقيها 2 س. هي بص، هي جاية هنا سنة، هي 2 س وسالب 3 ص. بص، مش انت شايف مش حضرتك شايف السالب 3 دي؟ اه. فهتقول لي مثلا انا المرتب بتاعي اللي هو مجموعة الحل -3، ودي واضحة. هنا بقى انت هتشوفها 3 عشان الرسم، بس هي في الحقيقة 2. هي هنا ليه بقى؟ عشان ارسم بسرعة مش ورق، مش كشكول رسم بياني، في الارقام مش مترتبة. هو اجيب لك دلوقتي بقى كشكول رسم بياني وهوريك هي متظبطه ازاي. انا عايز بس افهمك ان لما يجي لك صاد بتساوي -3 بتترسم بالمنظر ده، صريحه كده صريحه كده، ما فيهاش شغل ما فيهاش شغل. طب يا مستر لو قال لي مثلا السين بتساوي 1، هتعمل ايه؟ فين السين ب1 اهي؟ مش دي؟ اه. هتروح شايل الخط كده بالسهوله دي؟ بالسهوله دي. طب يا مستر قال لي السين -3، فين -3 اهي؟ هشد خط كده. طبعا هو مظبطش مني. هتشد خط مستقيم كده زي ما انا عملت -3. هي كده دي معادلة الخط المستقيم الصريح. ايوه هي دي معادلة الخط المستقيم الصريح. اذا تعالى بقى اوريها لك بيانيا. ثانية واحدة اجيبها لك بيانيا. ادي بيانيا يا باشمهندسين، انا عملتها لوحدي هنا علشان وقت الفيديو. بص بقى شكلها عامل ازاي اهو. ادي الصاد بتساوي -3 بتاعت حضرتك، الخط المستقيم، وادي الخط المستقيم التاني اللي احنا رسمناه، وبيقطعوا بعض عند النقطة -3 و2. وصلت لك هنا بقى عشان الرسم بياني والأرقام متظبطة صح، فظبطت معانا عكس التاني عشان بإيدي. تمام كده، يبقى حلينا أول 6 مسائل اللي هما بيانيا. يلا نكمل ونخش على الجبري. فهنا حضرتك 4 ص بتساوي 8. هقسم هنا على 4 هيديني الواحد، اقسم هنا على 4 هيديني الاتنين. جبت الصاد ب2، مش السين بتساوي الصاد، اذا السين هي كمان بتساوي 2. يبقى مجموعة الحل عند حضرتك كام وكام؟ 2 و2 زي ما موجود هنا اهوت. دي طريقة التعويض. تعالى للسؤال التاني نحل بطريقة التعويض عشان نأكد على المعلومة، بعد كده نخش على طريقة الجمع او الحذف. بيقول لحضرتك س ناقص الصاد بتساوي الاتنين، وبيقول لحضرتك س زائد الصاد بيساوي الأربعة. فأنا هشتغل مثلا على السين. اشمعنى؟ أنا بدور على المتغير، واتفقنا المتغير هو السين أو الصاد أو الرمز المجهول. هشتغل على الرمز أو المتغير اللي المعامل بتاعه بواحد وإشارته موجبة، فهشتغل على السين وهودي التاني بعكس الإشارة. فالسين هتساوي 2 زائد الصاد. هشيل من هنا السين بقى واحط 2 زائد الصاد، ف2 زائد الصاد زائد الصاد بتساوي الأربعة. أنا عوضت، شلت السين دي وحطيت قيمتها. دي هي طريقة التعويض. طيب صاد زائد صاد 2 صاد، 2 صاد، فأنا هقول له 2 زائد ال2 صاد بيساوي الأربعة. في ناس هتروح تجمع تقول لي 2 زائد 2 صاد 4 صاد. أقول لحضرتك ما ينفعش نجمع رقم مع رقم وجنبيه رقم مجهول، ما ينفعش رياضيا، ما ينفعش. فأنا هسيب ال2 صاد دي هنا وهودي الاتنين الناحية التانية بعكس الإشارة. فالاتنين صاد هتساوي 4 - 2، على الاتنين يبقى الصاد بتساوي 1. شيل قيمة الصاد روح حطها هنا، فالسين هتطلع 2 زائد الواحد 3. فإذا مجموعة الحل عند حضرتك كام وكام؟ برافو، 3 و1. دي مجموعة الحل. تمام، نكمل بقى ونخش على السؤال الرابع. والسؤال الرابع هنا يا باشمهندس هنحله اسف، السؤال التالت هنا هنحله بطريقة ايه؟ الله ينور عليك، بطريقة الجمع او الحذف. بتتحل ازاي؟ بجيب المعادلتين تحت بعض، وليكن بجيب المعادلة الاولى اللي هي ص بتساوي س ناقص 1. اهم حاجة المعادلة تكون مترتبة بس. المعادلة التانية بتقول لي ايه؟ ص زائد الاتنين س بتساوي 5. دي المعادلتين. فانا هظبطهم بحيث لما اشتغل بطريقة الجمع او الحذف اقدر اختصر مع بعض. فهنا مثلا احنا ممكن نعمل ايه؟ ادي صاد زائد الاتنين الا الحد المطلق بره، انا برضو هخلي الحد المطلق بره وهجيب س هنا. فانا هظبط الاولى، فهخلي الصاد زي ما هي وهودي س الناحية التانية، فهتبقى ناقص السين. الكلام ده كله بيساوي -1. هنزل تحتها المعادلة التانية اللي هي ص زائد الاتنين س
بيساوي الخمسة. طيب انت هتعمل ايه؟ انا هضرب الاولى في سالب. ليه؟ هقولك لما هضرب دي في سالب هتبقى سالب صاد، ودي هتبقى موجب ودي هتبقى موجب. ايه اللي هيحصل لما حضرتك هتحل بالجمع او الحذف؟ يا مستر هو الجمع والحذف الاتنين واحد؟ الاتنين واحد. طب ايه اللي بيفرق؟ الجمع انت بتعمل ايه؟ انت مش بتجمع سالب صاد زائد الصاد بيديني ايه؟ بيديني صفر. فهي برضو طريقة الحذف، مش ده بالسالب وده بالموجب بنطيرهم مع بعض. فاذا الجمع والحذف الاتنين زي بعض ما بتفرقش. فانا من هنا انا ضربت المعادلة كلها في سالب، مش الطرف ده بس، كله في سالب عشان اقدر اطير ده مع ده. فايه اللي هيحصل هنا كده؟ السالب صاد هتروح مع الموجب صاد. حلو. وس زائد 2 س هيديني 3 س، هينفع نجمعهم عشان الاتنين زي بعض. هيساوي 1 و5 6 على 3 على 3، اذا تطلع السين بكام؟ الله ينور عليك، السين ب2. تمام. تعالى بقى نجيب قيمة الصاد. خد اي معوض في اي معادلة، المعادلة الاولى والمعادلة التانية. مثل احنا مش دول مش متظبطين، لا عادي حتى لو مش متظبطين اعوض فيهم. فانا راح اعوض مثلا في المعادلة الاولى اللي هي الصاد بتساوي السين بكام؟ السين ب2 ناقص الواحد، اذا الصاد تطلع مع حضرتك بواحد. اذا مجموعة الحل عند حضرتك السين ب2 والصاد بواحد، يبقى اذا مجموعة الحل 2 و1. واذا يبقى حلينا المسألة رقم 4 بالجمع والحذف. تعالى نحل المسألة رقم 5 بالجمع والحذف. تمام. نكمل نخش على المسألة رقم 4. السين زائد 5 صاد بيساوي 4، وعندنا 2 س ناقص 5 صاد ده بيساوي 11. طيب هنعوز نظبط المسألة شوية. لا مش محتاجة تتظبط، دي جاية جاهزة. ليه يا مستر؟ مش هنا موجب 5 صاد وهنا سالب 5 صاد بس. الله ينور عليك. طير ده مع ده واجمع س زائد 2 س يديني 3 س، واجمع 4 و11 15، اذا السين بكام؟ هنا على 3 راحت، هنا على 3 فعل 5، اذا السين ب5. تمام. تعالى بروح هات لي الصاد. هعوض في المعادلة الأولى مثلا، فأشيل السين وأحط 5 زائد 5 صاد بيساوي 4. في ناس للأسف ما بتعرفش تحل المسألة دي. ليه؟ مش عارفين بقى يودوا بعكس الإشارة ولا يعملوا إيه. بص، أسهل حاجة إن أنت تودي ال5 بعكس الإشارة، فال5 صاد هتساوي إيه؟ 4 ناقص 5. من هنا يطلع معايا بسالب 1، فأنا هقسم على الطرفين. من هنا على 5 راحت، من هنا على 5 يطلع معايا بسالب 5. إذا مجموعة الحل 5 وسالب 5 زي ما حضرتك شايف هنا. طيب الناس بقى اللي ما بتعرفش تحل المسألة دي، حضرتك تحلها ازاي؟ تعال اقول لك تحلها ازاي. بالآلة. بالآلة. ادي الآلة بتاعت حضرتك اهي. بنفتح الآلة كده وبنعمل ايه؟ بنحط المعادلة، بنقول له 5. حلو اهي. انا برص المعادلة زائد 5. الصاد دي تكتبها ايه؟ هتكتبها الفا. شايف زرار الالفا ده؟ هتدوس عليه وتحط الاكس. الفا اكس هي صاد. يا مستر مش الالفا اكس دي السين، لا، الفا اكس هي بتعبر عن اي متغير س صاد عين لام، بنحط الفا اكس. وبعد كده بنقول ايه بقى؟ الفا كالكولس. الفا الزرار ده تاني بعد كده ايه؟ على الكالك ده بيديني اللي يساوي. بعد كده بتحط الناحية التانية في ايه؟ في 4. طيب بعد ما حطيت المعادلة بتدوس شيفت كالك يساوي، بيطلع لك الناتج بسالب 2/10. ايه ده يا مستر مش بيطلع بسالب 5؟ ما سالب 5 هي سالب 2/10. تعال نحط سالب 5 على الآلة كده اهي، سالب 2/10. تمام. يا مستر هو لازم اكتبها خمس؟ عادي لو كتبتها 2/10 زي ما طلعت لي على الآلة عادي يا باشمهندس، مش هتفرق. كده احنا حلينا السؤال رقم 4. تعال نخش على السؤال رقم 5. تمام. في السؤال رقم 5 السين بتساوي الصاد زائد 4. تمام. هحط المعادلة التانية تحتيها اللي هي 3 س زائد 4 صاد بتساوي 5. طيب هنعوز نظبطها. انا هودي الصاد دي الناحية التانية في المعادلة الأولى، فهتبقى س ناقص الصاد بتساوي 4. هسيب 4 زي ما هي، واحط التانية تحتيها اللي هي 3 س زائد 4 صاد بتساوي 5. اذا ظبطت المعادلتين. هنعوز نطير، فهتعمل ايه؟
هتضرب المعادلة الأولى في 4 في 4. اشمعنى 4 يا مستر؟ مش هنا موجب 4؟ لما هيضرب هنا في 4 هتبقى سالب 4. تمام. معلش أنا آسف بس على قطع الفيديو، بيحصل كمية حاجات وقت التصوير، الموبايل بيرن وناس بتنادي وكمية حاجات بتقاطعنا، فمعلش احنا آسفين يا جدعان، معلش احنا آسفين جدا. تمام نكمل. بيقول لحضرتك ايه؟ 3 س زائد الأربعة ص بيساوي الخمسة. انت مثلا ضربت هنا في 4 صح؟ ليه؟ عشان سالب 4 هتطير مع الموجب 4، اذا هجمع السينات. بس زي ما ضربت هنا هتضرب هنا هتضرب هنا، فانا هضرب هنا في 4 وهضرب هنا في 4. في 4 في 4 ب16. فهنا 4 س زائد 3 س هنحلها طبعا بطريقة الجمع او الحذف، الاتنين نفس الاسم زي ما اتفقنا، او الحذف. تمام. 4 س و3 س 7 س، ده هيروح مع ده هيساوي هنا 16 و15 21. اذا من هنا السين بكام؟ السين ب7 على 21. 21 على 7 اسف. هتتبسط هتتبسط على الآلة. هتتبسط على الآلة ازاي؟ كام في 7 اديني 21؟ 3. الله ينور عليك يا باشمهندس. مش 3 في 7 21؟ التبسيط ده ممكن تحطها على الآلة بدماغك، شوف ايه اللي تضربه في المقام يديك البسط. طبعا ده كلام ابتدائي. من هنا احنا جبنا السين، نروح نجيب الصاد، نروح للمعادلة الأولى. طلعنا السين ب3 بيساوي الصاد زائد الأربعة، دي المعادلة الأولى. ودي الناحية التانية يبقى الصاد مع حضرتك بسالب 1. وإذا كده نبقى حلينا المسألة رقم 5. طبعا أظن إن طريقة الجمع أو الحذف سهلة جدا. طريقة التعويض برضو جميلة، بس على ما اعتقد الحذف اسهل شوية، اسهل بالنسبة لك. فعلشان كده انا هحاول ادوس في التعويض، علشان الحاجة اللي حضرتك ضعيف فيها ادوس لك عليها. تمام. المسألة رقم 6 بتقول لك ايه؟ 2 س ناقص الصاد بيساوي 3. تمام. س زائد الاتنين صاد بيساوي الأربعة. ظبطنا المعادلة، ظبطناها. هنحلها بطريقة التعويض. فانا هروح الاولى وهدور الاولى. مفيش معامل معامل بواحد من غير دي، بس الاشاره سالب فمش هتنفع. هتنزل على اللي تحت هتلاقي ده المعامل باتنين، المعامل ده بواحد وموجب، فهنشتغل على التانية. فهخلي السين لوحدها واقول ان الاربعة ناقص الاتنين صاد، وديت الاتنين صاد الناحية التانية. واروح للمعادلة الاولى 2 س، احط الاتنين، شيل السين بقى وحط قيمتها اللي هي 4 ناقص الاتنين صاد ناقص الصاد بيساوي التلاتة. بقت كلها في ايه؟ في مجهول واحد. تجيب قيمة الصاد ازاي؟ بالله عليك ما تتعب دماغك بالآلة، يلا نحلها سوا عشان وقت الفيديو وعلشان حضرتك ما تغلطش، عشان تنجز حتى في الامتحان. بنكتبها ازاي يا مستر على الآلة؟ هنقول الاتنين ونفتح قوس. 4 ناقص 2 ألفا إكس، اقفل القوس، ناقص ألفا إكس بيساوي العطلة دي دوسنا غلط. 2 افتح القوس، 4 ناقص الاتنين ألفا إكس. تمام. اقفل القوس، قول له ناقص ألفا إكس. خلصنا. قول له ألفا كالك يساوي، وحط التلاتة. كتبت المعادلة 2 4 ناقص 2 صاد ناقص صاد ماشي. قول له بقى ايه؟ شيفت كالك يساوي، يطلع معاك الصاد بواحد. بس ببساطة ولا تتعب دماغك. جبت الصاد بواحد، روح هات السي. هنروح للمعادلة دي، شيل الصاد دي وحط واحد. 2 في 1 ب2، هتودي الاتنين الناحية التانية يبقى 4 ناقص 2 2. اذا السين بتساوي الاتنين. وبس كده. كده مجموعة الحل عند حضرتك كام وكام؟ 2 و1. تعال نشوف كده، دي المسألة رقم كام؟ دي المسألة رقم 6. 2 و1 اهو. بس ببساطة كده بالآلة على طول. تعال نحل المسألة رقم 7. برضه هشتغل بالتعويض، هحل كل المسائل الباقية بالتعويض علشان معظم الناس ضعيفة بالتعويض. تمام. 7 بتقول لحضرتك ايه بقى؟ بتقول لك 3 س زائد 2 صاد بيساوي الأربعة. تمام. ومن هنا السين زائد الاتنين صاد بتساوي الخمسة. لا آسف، احنا في 7. 3 س زائد 2 صاد بتساوي الأربعة. س ناقص 3 صاد، عيني طلعت فوق، بتساوي الخمسة. بس. طيب فين المعامل ابو واحد اللي اشارته موجبة؟
في المعادلة التانية يا مستر اهو، هتشتغل عليه، هتحطه وتودي الباقي الناحية التانية بالظبط كده. الخمسة زي ما هي، ودي السالب 3 ص موجب 3 ص. اروح للمعادلة الاولى وانزل التلاتة، شيل السين وحط قيمتها اللي هي 5 زائد التلاتة ص، قول له زائد الاتنين ص بيساوي الاربعة. هعمل ايه يا مستر؟ على الآلة، على الآلة يا مستر، على الآلة يا مستر. نكتبها ازاي؟ قول له 3 5 زائد 3 الفا اكس، اقفل القوس، قول له زائد 2 الفا اكس. خلصت المسألة؟ قول له الفا كالك، حط الناتج، قول له شيفت كالك يساوي، يطلع معاك الصاد بسالب 1. من هنا جبنا ايه؟ جبنا الصاد بسالب 1. طب والسين يا مستر؟ راح اشتغل على المعادلة الاولى، واقول لك خلينا في التانية عشان اسهل. هقول له س ناقص 3 في الصاد بسالب 1 بيساوي الخمسة. سالب راح مع السالب، 3 في 1 ب3، هتروح الناحية التانية يبقى س ب2. كده مجموعة الحل كام وكام؟ 2 وسالب 1. بس ونبقى حلينا مسألة رقم 7. تعالى للمسألة رقم 8. بيقول لحضرتك بقى 3 س زائد الأربعة ص بيساوي ال24، وتحتيها 8. ماشي. س ناقص 2 ص بيساوي سالب 2. هتعمل ايه يا مستر؟ هروح للمعامل الموجب ابو المعامل ابو 1 المتغير، اللي هو المعامل بتاعه ب1 وشرط موجب اللي هو السين، واشتغل عليه، وهودي الباقي الناحية التانية، هودي الباقي الناحية التانية. روح للمعادلة الأولى وعوض، شيل قيمة السين وحط قيمتها، قول له زائد الأربعة ص بيساوي ال24، وحل بالآلة. 3 وافتح قوس، قول له سالب 2 زائد 2 الفا اكس، اقفل القوس، قول له زائد 4 الفا اكس، قول له ايه؟ الفا كالك، حط الناتج ال24، قول له شيفت كالك يساوي، يطلع مع حضرتك الصاد بتاعت. بص الآلة السحرية، الآلة السحرية بتطلع الناتج على طول. روح يلا جيب قيمة السين، قول له س ناقص الاتنين، شيل الصاد وحط قيمتها، قول له بيساوي السالب 2. 2 في 3 ب6، وما تنساش الإشارة، وديها الناحية التانية، يبقى السين بتساوي سالب 2 زائد الستة، هيطلع مع حضرتك بموجب 4. كده يبقى مجموعة الحل 3 و4. تمام. آسف، السين هي اللي ب4 والصاد هي اللي ب3 بس. تمام. نكمل ونخش على السؤال التاسع. تمام يا باشمهندسين، نكمل ونخش على رقم 3. بيقول لك بقى ايه؟ اوجد ح في ح مجموعة الحل لكل زوج من المعادلات الآتية جبريا وبيانيا. يعني ايه جبريا وبيانيا؟ يعني حلها مرة جبري وحلها مرة بياني. هتفرق يا مستر جبري من بياني؟ لا، المهم ان الناتج يطلع صح. تعالى نشتغل الاولى وليكن جبري. البياني بياخد مننا وقت، انا عايز اشتغل معظم الاسئلة جبري، احنا حلينا بياني كتير يعني. وادي س زائد الصاد بتساوي الاربعة. تمام. فانا هعمل ايه؟ انا هظبط المعادلة الاولى، هخلي السين الناحية التانية، يبقى صاد ناقص السين بيساوي الاربعة، س زائد الصاد بتساوي الاربعة. تمام. عايز تعمل ايه يا مستر؟ عايز اقول لك عايز اعمل ايه. عملية الجمع عملية ابدالية، فانا هبدل الصاد بالسين، فانا اقول له صاد ناقص السين بيساوي الاربعة. ما ينفعش نبدل دول عشان عملية الطرح ليست عملية ابدالية، انا عندي الجمع والضرب بس اللي ابدالي. تحت س زائد الصاد انا هخليها صاد زائد السين. ليه يا مستر؟ عشان اخليهم زي بعض، اخلي السين تحت السين والصاد تحت الصاد، عشان اقدر اطير ده مع ده، واقول له صاد زائد صاد يديني 2 صاد، و4 يديني 8، اذا الصاد ب4. شيل الصاد وروح هاتلي السين. تعال للاولى كده، حط هنا الصاد. ايه اللي هيحصل؟ طالب شاطر يقول لي انا هشيل الاربعة مع الاربعة يبقى السين بصفر. طالب تاني يقول لي يا مستر انا لا اتعب دماغي، انت مش هتشيل الصاد وتحط 4؟ ودي الاربعة الناحية التانية، 4 ناقص 4 صفر، السين بصفر. فاذا هيطلع معايا السين بصفر والصاد ب4. دي مجموعة الحل.
تمام، نكمل ونخش على السؤال التاني. 2 س زائد الصاد بيساوي الواحد. س زائد الاتنين صاد بيساوي 5. ظبط مسألتك ظبط مسألتك. مش دي 2؟ انا ممكن اخلي دي 2. حلو، عشان يبقى ده 2 وده 2. فهتعمل ايه؟ فهتضربها في 2، بس ده موجب وده موجب، هتضربها في سالب. واحد يقول لي طب ما تضرب السين دي في 2 عشان تبقى 2 زي دي، بس هتضربها في سالب. اقول لك مش هتفرق اي حاجه. فانا هضرب الاولى في سالب 2. حلو، فدي هتبقى 4 وحط لها سالب. دي هتبقى 2 وغير اشارتها وخليها سالب. دي هتبقى 2 وخليها سالب. طبعا سالب 2 صاد هتروح مع موجب 2 صاد. هنا سالب 4 س هنا عشان ضربت في 2 زائد السين يديني كام؟ سالب 3 س. الكلام ده كله بيساوي سالب 2 زائد 5 يديني موجب 3. على الطرفين يديني ان السين بسالب 1. روح جيب قيمة الصاد. هشيل السين واحط قيمتها، انا هقعد في المعادلة التانية. من هنا ودي السالب 1 الناحية التانية يبقى موجب 1. يبقى كام؟ 6 على الاتنين فيها ال3 يبقى الصاد ب3. خلصت المسألة. مجموعة الحل سالب 1 و3. وكده نبقى حلينا المسألة رقم 2. يلا على المسألة رقم 3. انا هحلهم كلهم جبري. البياني هو الجبري، انا بطلع نفس النواتج، بس البياني بقى لسه هتجيب بقى ورقة رسم بياني وترسم وموال. فهتروح تقول له 2 س زائد الصاد بيساوي 1. ومن هنا هتقول له ان س زائد الاتنين صاد بيساوي 5. دي المسألة رقم 3. تمام. من هنا انا اروح اضرب دي في 2. انت مش في دي شبه اللي فاتت بالظبط. دي شبه اللي فاتت. او احنا كده في المسألة رقم 4. مؤاخذة انا اسف. احنا كده في 4. احنا 3 لسه حلينها. 4 اللي هي انا بقول برضو نفس الارقام ازاي. 4 اللي هي س زائد الاتنين صاد بيساوي 8. و3 س زائد الصاد بيساوي 9. حلو، دي المعادلتين بتوعي. هتعمل ايه يا مستر؟ اروح اجمع. مش دي 2؟ خلي دي سالب 2. فهتضرب هنا في سالب 2. فايه اللي هيحصل؟ الاولى هتنزل زي ما هي. التانية 2 في 3 ب6. وما تنساش الاشارة. دي هتبقى سالب 2 صاد بيساوي احنا هنا نسينا نضرب في 2. انا ضربت تحت بس في 2، انا اسف. 9 في 2 ب18. وما تنساش السالب. س ده هيروح مع ده على طول. س زائد سالب 6 س هيديني سالب 5 س. حلو، بيساوي 8 زائد ناقص 18 يديني كام؟ يديني سالب 10. من هنا السالب راح مع السالب على 5 فيها 1 على 5 فيها 2. اذا السين تطلع مع حضرتك ب2. روح هاتلي الصاد. راح اقعد في المعادلة الاولى عشان سهلة. س زائد 2 صاد بيساوي 8. شيل السين وحط 2 وديها الناحية التانية. يبقى هنا في 6 عشان هتروح بالسالب. وعلى الاتنين فيها 1. هنا على الاتنين فيها 3. اذا جبت قيمة الصاد ب3 وقيمة السين ب2. مجموعة الحل 2 و3. ودي المسألة رقم 4. يلا على المسألة رقم 5 يا باشمهندس، وقربنا نخلص. بيقول لك ايه في المسألة رقم 5؟ بيقول لك س ناقص الصاد بيساوي 4 و3 س زائد 2 صاد بيساوي 7. تمام. هتعمل ايه يا مستر؟ انا عايز اطير حاجة مع حاجة. مش هنا 2؟ اضرب هنا في 2. فدي هتبقى 2 ودي هتبقى 2 ودي هتبقى 8. ضربت المعادلة كلها في 2. فدي هتروح مع دي. و2 و3 5 بيساوي 8 و7 15. السين بكام؟ السين ب3. شيل السين وحط 3 في 3 ب9. انا بعوض في المعادلة رقم 2. زائد الاتنين صاد بيساوي 7. ودي 9 الناحية التانية يبقى كام؟ يبقى سالب 2. يبقى 7 ناقص 9 سالب 2. سالب الاتنين هتروح مع الاتنين والسالب هيتبقى يبقى يديني سالب 1. وكده نبقى حلينا اول 5 مسائل. مجموعة الحل كام وكام؟ 3 وسالب 1. اخر مسألة يلا عشان نفنش الفيديو بتاعنا. ايه ده يا مستر مش فيه اسئلة اختر لسه؟ لا، الاختر عامل لها فيديو لوحدها علشان منطولش على حضرتك الحصة. ده المقالي. نحل الاختر في فيديو قادم ان شاء الله. 3 س زائد 4 صاد بيساوي 11. و2 س زائد الصاد ناقص 4 بيساوي 0.
هتعمل هنا ودي اولا الاربعة دي الناحية التانية عشان نظبط المعادلة. تمام. انا عاوز اطير، مش دي اربعة، خلي دي اربعة واحط اللي هو سالب، وزي ما عملت هنا تعمل هنا هتضرب في اربعة بس بالسالب، وهنا هتضرب في اربعة بس بالسالب. هنزل المعادلة الاولى زي ما هي عشان انا ما عملتش فيها حاجة. طيب المعادلة التانية، اربعة في اتنين بتمانية، وما تنساش الاشارة السالب، ناقص الاربعة صاد بيساوي اربعة في اربعة بستاشر، متنساش الاشارة. طير ده مع ده، تلاتة مع التمانية هيديني الخمسة، واشارة الكبير سالب. من هنا الكلام ده كله هيديني كام؟ 11 زائد سالب 16، الكبير اشارته سالب، 11 من 16 يبقى كام؟ يبقى 5. الله ينور عليك. تمام. من هنا 5 مع الخمسة والسالب مع السالب يبقى السين بواحد. تمام. روح شيل السين وعوض عشان تجيب لي قيمة الصاد. تعالى نعملها في الحتة دي. انهي معادلة اسهل؟ تعالى في المعادلة دي. هتقوله ان السالب 8 في الواحد ناقص الاربعة صاد بيساوي سالب 16. من هنا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، سالب 8 في واحد بسالب 8. تمام. ناقص الاربعة صاد بيساوي سالب 16. انا هودي سالب 8 دي الناحية التانية، فيبقى سالب 16 زائد التمانية. تمام. مين الكبير؟ ال16 في الناتج يبقى اشارته سالبة. 16 من 8 فيها كام؟ الله ينور عليك، فيها التمانية، فمن هنا يبقى سالب 8. تمام. فالناتج كله هنا بيساوي سالب 8. في الناحية التانية كام؟ في سالب 4 صاد. السالب مع السالب على الأربعة فيها الواحد، على الأربعة فيها الاتنين، إذا الصاد بيساوي 2. فالله ينور عليك، الصاد بيساوي الاتنين والسين بتساوي الواحد، ودي مجموعة الحل 1 و2. وبكده يا باشمهندسين يبقى حلينا جميع المسائل المقالية من أول سؤال هنا لحد آخر سؤال هنا. طبعا من باقي الأسئلة الأخطر إن شاء الله نعمل لها فيديو لوحدها عشان مطولش الفيديو على حضرتك. فيديو ده ممكن يخش له في قصة ساعة، واتمنى اكون فدت حضرتك. ما تنساش تقولي في التعليقات ايه رأيك في الشرح، ولو في حاجة حضرتك محتاجة اطلبها مني في الكومنتات وانا هنفذها لحضرتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد.